كيف حدا يخبرني يا اخي كيف ميسي مرشح لجائزة ذا بيست؟ يا اخي خبروني، انا هيدا اول مره بصير معي. لا 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 يا جماعه، هيدا اسمه دلع ودلال. يا اخي انا بحكي الحق، دايما بحكي الحق. ميسي بيستاهل، بقلكم بيستاهل. ما بيستاهل بقلكم دغري على السلام، بقول لك يجيب وجهك. يا جماعه الخير، هيدي الجائزه ما بتتضمن كاس عالم. كيف ميسي مرشح لافضل 12 لاعب بهيدي البطوله، وهيدا اللاعب فينيسيوس، هيدا الانسان، هيدا المعطر، نجم الريال الاول وافضل لاعب بالعالم بمركزه، ما تم اختياره لحتى يكون واحد من افضل اللعيبه باوروبا ولا حتى بجائزه ذا بيست. هيدا دليل واضح، دليل العنصريه باتجاه فينيسيوس. اما بالنسبه لليو ميسي، ما تجي تناقش، ما تقول لي انه والله لا بيستاهل. دائما بعطيك الحق، بنزل لك مقاطع عن ميسي، رونالدو وكل الفرقه وكل اللعيبه، بقول لك انه والله بيستاهل وما بيستاهل. بدك دليل؟ تكرم عينك، تعال لك يا اخي، تعال شوف قدام عيونك. بعد كاس العالم، الجايزه يلي هلا هو مرشح فيها، ليو ميسي خرج من دور 16 بدوري ابطال، خرج من كاس فرنسا، طلع برا. ايضا تم عقابته من قبل باريس سان جيرمان من بعد يلي عمله. بالاخر بيجوك الفيفا بده يقنعوك غصبا عنك انه لا والله بيستاهل. يا اخي خلصنا بقى، شو هيدا اللي حاطينه قدامكم؟ لا قسما بالله مش منطق. اللي اخذ دوري فرنسي اكبر من عمل اسيست، بس شو حطوا له انه والله سجل هدف ال100 مع الارجنتين، واكبر هداف بتاريخ دوريات 5 كبرى. هيدا من الفيفا يا حبيباتي، هول الاثنين تاريخيا، مش موسم واحد، تاريخيا هدف ال100 واكبر هدف بتاريخ دوريات 5 كبرى، هول تاريخيا، ما دخل موسم واحد، ما دخل موسم واحد. هيدا الشيء اللي صار اسمحوا لي فيها، اسمه دلع ودلال، دلع ودلال.